السلام عليكم، اهلا يوتيوب. فيديو جديد تاني بس مش عن الجيم انجن. الفيديو ده هكلمك شويه كده عن لو انت شغال جرافيكس بروجرامر في شركه ولا اي حاجه بيبقى مطلوب منك ايه، يعني بتشتغل ايه اصلا. تمام. بتكتب لوجيك للجيم ولا بتعمل ايه؟ طيب بص كده معايا هنا الاكزامبل ده جاي من الجيم بتاعت دوم 2016. الجيم دي كان فيها ازاز كده بالمنظر ده، فروستد جلاس. طيب، فدلوقتي انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك تضيف جزء في الانجن بتاع الجيم ديت، ان انت تمبلمنت حاجه زي كده. طب هنعمل حاجه زي كده ازاي؟ طيب دلوقتي انا عملت اكزامبل هنا، يعني ده الابروتش بتاعي، معرفش هم عملوها ازاي بس انا يعني دي فكرتي وجهة نظري يعني. تمام. طيب وهي شغاله. طيب اول حاجه انا هرسم السين كله، المشهد كله بتاعي زي ما انت شايف كده. تمام. بس هنا رسمت الاوبيك اوبجكت بس. يعني ايه الاوبيك اوبجكت؟ اللي هو اي حاجه مش ازاز. تمام. اللي هي ايه؟ لو خدنا بالنا هنا هتلاقي المكعب اللي ورا، السماء، الارض، كل الكلام ده. طيب ماشي. بعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي في ريندر باس تانية خالص نرسم الازاز. الله، طب ليه يا عم ما رسمتش الازاز هنا؟ ما لو رسمت الازاز هنا هيترسم ويتلون هنا ويغطي ال 3 دي موديل. انا عايز الازاز يبقى شفاف شويه، صح؟ فانا هعمل ايه؟ هرسم الازاز لوحده في باص لوحده. فدي كده الحته اللي هي الازاز. طيب، يبقى دي باصه اولانيه، دي باصه تانية. الباصه التالتة هنعمل ايه؟ هناخد الصورتين دول ونبدأ إن إحنا نماسك الأريا اللي ورا الإزاز. يعني إيه؟ يعني نقص من الآخر الحتة اللي ورا الإزاز كأنه شباك بالظبط. فاهم؟ كأن الإزاز ده بقى شباك أنا أقدر أبص بيه على السين اللي ورا، فأقص لي الحتة دي. بعد كده بعمل لها بلور، بخش كومبيوت باس، بعمل لها بلور، ودي سريعة جدا بالمناسبة. تمام. لما بعمل رغم ان الالجوريزم سيء بس هو سريع جدا يعني. المفروض الالجوريزم ده يبقى اسرع من كده، بس ايه، هو اوريدي سريع، مفيش اي مشاكل يعني لحد دلوقتي يعني. فالكمبيوت شيدر الصراحه حاجه جامده يعني. المهم، فبنبدا نعمل بلور زي ما انت شايف، فبنبهت الصوره اللي احنا ايه، قصيناها بتاعه الويندو دي او الماسك. تمام. بس كده. بعد كده بنجمع الصوره دي على الصوره الاولانيه خالص، يدينا الايه، يدينا الافكت. تعالى كده نشوف الشغل ده في الانجن عامل ازاي. زي ما انت شايف كده المنظر اهو. ده كده ال 3 دي موديل اهو. وده كده الازاز، هو عباره عن كيوب. فصباح الفل، زي ما انت شايف معمول نفس الافكت اللي انت شفته. هتقول لي بس في هنا حاجات غريبه، في هنا حاجات زي باترن كده معين. اقول لك سهله جدا. بتعمل انت تكستشر زي ده كده، واخد الباترن ده، والتكستشر ده يا باشا بتبدأ ان انت تعمل له ايه. لو التكستشر فيه حتة كلير، بتاخد البكسل من هنا من الصورة الكلير، ولو التكستشر فيه حتة باهتة بتاخد الحتة الباهتة من هنا. بس على كده. تمام. ممكن تختار بلور الجوريزم تاني خالص، يديك افكت احسن يعني، او جرانيولر زي اللي هو ايه، ده كده محبب شوية. فاهم؟ طيب، دي الفكرة كلها. فزي ما انت شايف ده كده الايه، الافكت بتاعنا. طبعا في عيب صغير، ان انا لو جيت هنا بص، ايه اللي بيحصل ده؟ هو مش المفروض ان البتاعه دي قدام ال 3 دي موديل قدامه؟ فانا لما ابص على ظهره، ليه بقى الازاز بيغطي ظهره؟ علشان مفيش دبس تيست، علشان ده بيترسم في باص وده بيترسم في باصه تانية خالص. تمام. فيعني من الاخر كده تقدر تقول ايه، ان الازاز ما يعرفش حاجه عن الراجل ده او ال 3 دي موديل، والراجل ده ما يعرفش حاجه عن الازاز. فما فيش حاجه تترسم فوق التانية، ما فيش حاجه اسمها دبس تيست. تمام. دي الفكره كلها. فطبعا المشكله دي سهله يعني، في حلها سهل جدا، وهنرجع نرسم الراجل ده تاني. بس هنرسمه على الدبس بس يعني. تمام. بس دي الفكره كلها. علشان تمبلمنت حاجة زي كده. فلو انت بتتساءل يعني، والله انا لو اشتغلت جرافيكس بروجرامر في اي مثلا هعمل ايه؟ هتعمل ده. هيبقى شغلك ان انت تضيف فيتشرز للجيم انجن بتاعهم يعني. او حتى لو اشتغلت مثلا معانا في يونيتي انجن، فهقول لك مثلا اعمل لي حاجة زي كده عشان احنا محتاجينها في الايه، في الشغل بتاعنا. تمام. بس كده، ده كان فيديو، واشوفكم فيديو تاني. سلام.